كل الشباب دلوقتي لما بتيجي تحب ولا تخش في علاقة حب بتضعف. امبارح انا كنت قاعد انا وصحابي على القهوة بنتكلم، فالمهم ففاض الكلام قعدنا نتكلم وجبنا في سيرة الموضوع ده وقلت ان انا اعمل عنه فيديو. كلنا دخلنا في علاقات حب وكلنا في الاخر اتخزوقنا. بس لما قعدنا نرجع بالزمن لورا ونفتكر اللي فات، لقيت ان صحابي كلهم من ضمنهم انا لما جينا حبينا ضعفنا. من ضمنهم صحابي كان في واحد حاطط محوش فلوس بان هو ناوي يفتح بيزنس، بس لما جه حب ودخل في علاقة حب قال خلاص الفلوس دي انا هركنها على جنب الموضوع الجواز واجيب شبكة وشقة والكلام ده كله، وعلشان اتجوز البنت اللي انا بحبها. وفي الاخر اتخزوة. ومن ضمنهم واحد تاني كان محوش علشان يسافر، ومن ضمنهم واحد تاني كان محوش علشان يعمل حاجة، وانا ما كنت محوش علشان اخش كلية اللي انا نفسي فيها. بس كلنا يعني كنا محوشين فلوس علشان عندنا حلم وعايزين نحققه، فكنا محوشين فلوس علشان نعمل الكلام ده. بس لما جينا حبينا ضعفنا وقلنا ان احنا حلمنا ده هننساه، او ما لما نتجوز هنبدأ بقى نحوش تاني، وزي ما عملناهم اول مرة نعرف نعملهم تاني مرة، والكلام الاونطه ده. فالمهم اتخزوقنا في الاخر. ولما اتخزوقنا قعدنا نتكلم نقول لنفسينا يا اخي احنا لو كنا بدأنا في الحاجة اللي احنا كنا ناويين عليها في البداية، اللي عاوز يفتح بيزنس واللي عايز يسافر واللي كان عايز يخش كلية اللي بيحلم بيها واللي عايز يعمل كذا وكذا وكذا، كنا وفرنا وقت وكنا زماننا دلوقتي يعني محققين نجاح صغير، او كنا زماننا مثلا فشلنا كذا مرة بس اتعلمنا من الاخطاء بتاعتنا في تحقيق حلمنا، بدل العبط اللي احنا بدأنا فيه ده والحاجات العبيطة دي كلها. وكنا بنتكلم برضو واحنا ليه العلاقات بتاعتنا كلها، علاقات الحب بتاعتنا كلها ليه اتخزونا في الاخر. لقينا مفيش غير رد واحد، حاجة بدأت ما ترضيش ربنا نهايتها تبقى جرحة قلب وكسرة قلب ليك، فهي بالتالي ما هترضكش دي من الآخر. وتاني حاجة اكتشفنا ان الحب مش عيب ولا حرام، بس ليه أصول للحلال. والاصول دي اهل الدين يتكلموا فيها كتير، وانت لو عملت سيرش هتلاقي مقاطع كتير بتتكلم عن الموضوع ده. بس نرجع لموضوعنا. هو ليه الشباب اللي من سننا واللي اصغر مننا واللي اكبر مننا ليه لما بيجوا يحبوا ويخشوا في علاقات حب ليه بيضعفوا؟ ليه بينسوا احلامهم؟ ليه بيبداوا نقول احنا نبدا ناجل حلمنا ونبدا بقى نفكر في الجواز ونبدا بقى في علاقه الحب دي والكلام ده كله؟ انا مش بلومك ولا بقولك بانك انت غلط، بس انا عايز انبهك على حاجة. مش معنى انك انت حبيت بانك انت تبقى ضعيف، بانك انت ما تبقاش راجل. اه كلنا في الاول وفي الاخر كلنا مكتوب على ظهر البطاقة ذكر، ومكتوب وبيتقال عليك بانك انت راجل وسيد الرجالة والكلام ده كله. بس على ارض الواقع انت كلمة راجل دي يعني بتتقال للي عايز فعلا ان هو يحقق حلمه. مش معنى بانك انت مثلا حبيت بانك انت تنسى حلمك او تبدأ بانك انت تكبر دماغك عن حلمك او تأجله. الايام بتجري، انت مش ضامن بكرة انت هتعيش ولا مش هتعيش، ولا انت موجود ولا انت مش موجود، ولا القرشين الموجودين معاك النهاردة هل هم موجودين معاك بكرة ولا ايه بالظبط. انت مش ضامن الدنيا، انت اديك اهو شايف الدنيا عمالة تتغير في كل ثانية، مش في كل دقيقة، في كل ثانية. فانت مش ضامن الدنيا، فانت هتقعد تأجل في حلمك، فانت هتتسوح في الاخر بسبب انك انت حبيت. انت حبيت ماشي مفيش اي مشكلة، بس طول ما انت حبيت عايزك تاخد بالك من حاجة، ما تنساش حلمك. انت لو نسيت حلمك انت كده بتخون نفسك. عارف يعني ايه بتخون نفسك؟ انت ممكن حبيبتك تخونك، صاحبك يخونك، صحتك تخونك، ودي اكبر حاجة. بس بانك انت تخون نفسك دي اعظم واتقل حاجة. تخيل مثلا لو انت اتجوزت البنت اللي انت بتحبها وخلاص اتجوزتها كل حاجة، لما يجي ابنك يقعد معاك ويقول لك يا بابا انت وانت صغير كان نفسك تطلع ايه؟ هتقول له كان نفسي ان انا اطلع ضابط، دكتور، افتح شركة، اسافر، إيه ده كله. بس انت محققتش ده كله بسبب انك انت اتجوزت امه. هيقول لك طب يا بابا انت ما عملتش ليه ده؟ هتقول رد عليه تقول له انت، هتقول له علشان اتجوزت امك، علشان حبيت امك. ساعتها الواد ياخد فكرة عنك بانك انت محققتش اللي انت عاوزه، فانا بالتالي محققش اللي انا عاوزه. فانت يعني انت الاب اللي انت قدوة ابنك
بقيت بانك انت مش قادر تحقق حلمك، فبالتالي 90% هتلاقي ابنك نفس النظام. فانت عايز اوصل لك حاجة من الاخر علشان ما كترش من الكلام، علشان انت ما تزهقش. طول ما انت حبيت ما تبقاش ضعيف، حب براحتك ومارس الحب في الحلال زي ما قال ربنا، ما عنديش اي مشكلة في دي. بس ما تنساش حلمك، ما تخونش نفسك. على رأي صلاح أبو المجد كان دايما بيقول في الأول وفي الآخر إحنا هنتشال على الكتاف. هتشال على الكتاف وأنا محقق حلمي وانتصرت في تحقيق حلمي، أو أنا بحاول إن أنا أحقق حلمي. بس اللي أنا هتشال على الكتاف وأنا محققتش ده، أو إن أنا كسلت عن ده، أو أنا نسيت ده، فبمعنى صح ما تستاهلش بإنك أنت يتقال عليك لقب راجل لو مؤاخذة. بس ما تزعلش مني، الحقيقة المرة بانك انت علشان تكون راجل فعلا في ارض الواقع، بانك انت لازم تحاول، بانك انت لازم تعدي الظروف اللي انت بتشوفها مهما كانت ايه الظروف اللي انت بتشوفها، بانك انت ما تنساش حلمك، بانك انت ما تضعفش بسبب بانك انت حبيت، بانك انت تدوس وتكمل. حتى لو انت شفت ايه، جرح قلب، كسرة قلب، حزن، اكتئاب، فشل في سعيك، مفيش نتائج وانت بتجري على تحقيق حلمك، بس خليك مكمل. الله اعلم النهاية يكون فيها ايه.